فكرة الرجوع إلى القارة الأفريقية من جديد وإعادة الريادة المصرية في القارة السمراء، ده كان مطلب مهم جدا وأمر ضروري جدا بالكل الأوساط، القيادة السياسية، الخبراء، المراقبين الدوليين، كل من يريد أن تعود الدولة المصرية إلى القارة الأفريقية كان دائما ينادي أين مصر من القارة الأفريقية. النهاردة نقدر نقول يا فندم أن مصر عادت بالفعل بالأفعال وليس بالأقوال إلى أفريقيا من خلال بناء ومشاركة من خلال شركتين مصريتين وبأيادي مصرية حقيقية أن هي تقدر أن هي تبني وتدشن ثالث أكبر سد في القارة الأفريقية، وده على المستوى القاري إنجاز كبير جدا وله مكاسب سياسية كبيرة جدا للدولة المصرية من جهة، ومن جهة أخرى يحقق أيضا مكاسب اقتصادية. لما نيجي نتكلم يا فندم على المكاسب الاقتصادية، أنت بتتكلم عن شركة المقاولين العرب وشركة السويدي موجودين هناك، معنى ذلك أن هناك هيكون في يعني ارتفاع في أسهم هذه الشركات المصرية، هيبقى بالنسبة الشركات المصرية لها مكان في السوق الأفريقية، لها مكان ولها توصيف وتصنيف عالمي تقدر من خلاله أن هي تدخل في مزايدات ومناقصات في أعمال ومشاريع كبيرة جدا في القارة الأفريقية في الفترة المقبلة. المكاسب السياسية ده في هناك مكسب كبير جدا للدولة المصرية. طبعا فكرة القارة الأفريقية يعني تساوي في اعتقادي القوة الناعمة لمصر. فحضرتك كونك ان انت تقدر ان انت تحقق هذا المكسب اللي هو ان انت يكون لك هناك ريادة، فده يعني هيحقق مكاسب عديدة جدا في اكثر من ملف. واعتقد الملف اللي يشغلنا ويشغل المصريين الا وهو ملف سد النهضة، لان سد النهضة دايما كانوا الاثيوبيون كانوا دايما يقولوا انه مشكلة مصر لا تريد التنمية. لا يا فندم، من خلال لا تريد التنمية لا تريد لأفريقيا طبعا، وبالتالي احنا بنبني السد من اجل التنمية، ومصر لا تريد الخير للأثيوبيين. لا، هنا بالفعل وليس بالقول استطاعت مصر أن تقول للعالم أجمع وللمجتمع الدولي وللقارة الأفريقية والأشقاء في القارة الأفريقية، لا، نحن مع التنمية قلبا وقالبا، لكن ليس مع أي ضرر أو أي مشروع يحقق أي ضرر لأي دولة على حوض النيل. وبالتالي فكرة الدولة المصرية تقدر في خلال، أنت بتتكلم عن مزايدة حصلت في 2018 2019 على 2022 يتم افتتاح الأول، ده شيء إنجاز كبير جدا، إنجاز كبير بالتأكيد.